أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس صباح اليوم قرارا بحل التجمع الدستوري الديمقراطي وتصفية كافة أملاكه. التجمع الدستوري الديمقراطي وقع حل اليوم وفور إعلان الحكم ضجت القاعة التي كانت تضم مئات الأشخاص بتصفيق حاد، بينما علت هتافات التجمع الدستوري الديمقراطي ارحل وتونس حرة، وانضم محامون وشبان التفوا بأعلام تونسية إلى الحشد الذي توسع خارج المبنى. وكانت المحكمة بدأت الأسبوع الماضي دراسة الدعوى الأخيرة التي رفعتها وزارة الداخلية. ولمتابعة هذا الحدث ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ فوزي بن مراد، المحامي المكلف من قبل وزارة الداخلية برفع القضية. أستاذ. ألو. أهلا بك أستاذ. أهلا. المحكمة الابتدائية قررت حل التجمع الدستوري الديمقراطي حزب الرئيس المخلوع وتصفية ممتلكاته وأمواله داخل وخارج البلاد عن طريق وزارة المالية. والله الحكم بكل دقة هو حل التجمع الدستوري الديمقراطي وتصفية أملاكه وأمواله ومنقولاته وعقاراته واعتبارها ملك من أملاك الدولة، وبالتالي تعود هذه الأملاك وهذه الأموال إلى الشعب التونسي. نعم أستاذ، هل يمكن تفضلي. هل يمكن أن يستأنف هذا الحكم؟ طبعا هذا حكم ابتدائي يمكن بالاستئناف، ولكنني لا أعتقد أنه أي شخص أو أي محامي يجي ضد إرادة الشعب التونسي وضد حكم كان مبني على معطيات قانونية ومعطيات واقعية سليمة. نعم، لو نذكر أستاذ بالنقاط التي استندتم عليها في تقديم طلب حل هذا الحزب، ومنها إحداث تغييرات على الدستور وما كان له من تبعات، وأيضا الدعوة للعنف وغير ذلك، لو نذكر بهذه النقاط. والله احنا وقع حل التجمع لاعتبارات قانونية واعتبارات سياسية. الاعتبارات القانونية تتلخص في 4 نقاط. أولا التجمع وقت اللي كان مسيطر على أجهزة الدولة وخاصة الجهاز التشريعي أحدث عديد التغييرات على الدستور التونسي بشكل حول النظام الجمهوري إلى نظام فردي، واتضح فيما بعد هروب رئيس هذا الحزب اللي هو نظام عائلة فقط، هي التي استولت على أموال الشعب، وهي التي حولت البلاد إلى سجن كبير، وهي التي معناتها عافت فسادا. اثنين، النقطة الثانية اللي التجمع أثبت بالمؤيدات والوثائق اللي قدمناها المحكمة اللي التجمع الدستوري الديمقراطي عناصر منتمية ليه ساهمت في العنف وتولت إحراق العديد من الممتلكات العامة والخاصة وتحريض العديد من الأشخاص في القيام بهذه الجرائم. 3، التجمع الدستوري كان يفرض على أصحاب المؤسسات وعلى عديد من فئات الشعب التونسي باش يعطيوه أموال وإعانات، وما كانش يخضع لأي مراقبة، رغم اللي قانون الأحزاب يفرض على كل حزب باش يخضع لمراقبة دائرة المحاسبات. 4، اللي وقع تغيير في قيادات الحزب بجملة من الاستقالات وجملة من رفض العديد من العناصر منه، وقانون الأحزاب يفرض على كل حزب باش يعلم وزير الداخلية حسب إجراءات خاصة بهذه التغييرات. هذا في الجانب القانوني. في الجانب السياسي حل التجمع الدستوري الديمقراطي هذا مطلب من مطالب الثورة، واليوم وقت اللي حكمت بهذا الحكم كان إلى جانب العناصر القانونية اللي كنت ذكرتها واللي موجود تفصيلها ومؤيداتها في الملف، هذا كذلك مطلب من مطالب الثورة، وبالتالي مطلب شعبي، ولم تخلو أي مسيرة أو مظاهرة أو اعتصام من لافتة تطالب بحل التجمع، فكان هذا الحكم منسجما مع القانون ومنسجما مع إرادة الشعب التونسي. نعم، أستاذ فوزي بن مراد، المحامي المكلف من قبل وزارة الداخلية